ازيكم احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني جدا من اخر فيديو قدمته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. النهارده كده بجهز بقى الفرشه بتاعه الكتاكيت. هبدا اجيب كتاكيت لرمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. دي الكتاكيت اللي انا هجيبها كتاكيت بلدي. هجيب كتاكيت برضو بياضه بيض معايا، وفي نفس الوقت ان انا اخد منهم الديوك نذبحهم ان شاء الله في الشهر الكريم. كل سنه وانتم حبايب قلب طيبين. اتمنى لو اول مره تزوروني في قناتي تنوروني بالاشتراك في القناه، وكمان تفعلوا الجرس على الكل عشان توصل لكم كل الاشعارات الجديده. وبشكر الناس اللي مشتركه معايا في القناه، وبشكرهم على كومنتاتهم الايجابيه. طبعا ربنا يكبر بخواطركم جميعا. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد زي ما متعودين مع بعض، عشان ربنا يبارك لنا في حياتنا وفي كل حاجة بنعملها. بعد ما معجنت الشقة قررت ان انا اربي فيها كتاكيت. زي ما انتم شايفين الشقة كده على السيراميك. فطبعا ما ينفعش ان انا اجيب كتاكيت واحطها مباشر على السيراميك او على البلاط، علشان ده طبعا بيعملوه كساح، وكمان بيخلوهم يسهلوا. في الوقت دوت انا كان عندي شكارة من بتاعة الكيماوي. طبعا الناس الفلاحين اخواتنا اللهم صل وحبايبنا وسلم عارفين جاكيت وبارك على الكيماوي سيدنا البلاستيك دي. محمد وعلى فقمت آله جايه وأصحابه فاتحاها أجمعين. وفرشت عليها صلاة شويه تراب تنحل بها العقد الرش. ممكن تحطهم شويه وتنفك تبن بها او الكرب شويه وتتفتح نشاره، بها لان طبعا الأرزاق ما ينفعش ان احنا وننال بها نحط الرضوان الكتاكيت يعني مباشر على وتجزني بها في الدنيا النشاره. والآخرة يا رب الكتاكيت دي العالمين. مقابل نوعها ايه؟ النهاردة الكتاكيت حبايب دي قلبي الغالين نوعها جبنا مع فيومي بعض وهجيني أول بياض، وكمان كتاكيت رمزة. شهر رمضان زي ما انتم الكريم. شايفين ما طبعا شاء كتاكيت الله دي هم لسه بلدي عمر يوم. طبعا لو انت فيومي هتجيبي كتاكيت وهجيني وهتربيها تقنيها يعني في ومشعر. البيت، ما تجيبيش تمام. الكتاكيت اللي هم بسم الله الخف، اللهم لان بارك. دول بيكونوا متربيين في المزارع ومش واخدين التحصينات بتاعتهم الكافيه. لكن اللي انت هتبداي تجيبيهم عمر يوم دولت بتجيبيهم، وكمان الدكتور البيطري اللي انت بتتعاملي معاه بيديك التحصينات بتاعتهم، وبتمشي معاهم خطوه بخطوه لحد ما بيبداوا يبيضوا معاكي. طبعا انا اشتريت لهم الاكاله دي والسقايه، واداني كمان الكيس دوت علشان زي محلول كده للجفاف عشان ما يسهلوش طبعا. وقمت جايه هحطه على نص لتر من الميه. قال لي اول ما تحطيهم في المكان بتاعك الحضانه يعني، تقومي حاطه لهم نص لتر ميه وتحطوا الكيس دوت فيه وتسيبوهم يشربوا منه. ده اول حاجه لازم يشربوها. وبعد كده بحط العلف اللي انا جبته من عنده، تركيز 23%. 15 يوم الكيس ده اول يوم بس، وبعد كده مديني كيس تاني تحصين ان شاء الله. اما اجي احط لهم باذن الله الصبح بقى هوريكم الكيس التاني. التحصين دوت مفيد جدا ومهم جدا للكتاكيت، وخاصة الكتاكيت العمر يوم بيكونوا افضل واحسن من ان انا اجيبهم زي ما قلت لكم خف. هنا هضيف نص رتل من المية بس، وهبدأ احط السقاية علشان يشربهم، لان طبعا ما شاء الله انا جايبه يعني كمية ممتازة. فجبت السقاية كبيرة شوية، ودي الاكالة حطت لهم العلف اهوت 23 زي ما قلت لكم. هياكل لمدة 15 يوم. وبعد كده هخليه بقى تركيز 21. طبعا ما شاء الله التراب عليه تبن، فهم بيبدأوا يتحركوا كده بكل سهولة وبينقشوا كده في التراب. ممكن تحطي نشارة زي ما قلت لك، او ممكن تحطي تبن. ما ينفعش ان انت تفرشي حتى شكاير او مشمع وتسيبوهم مباشر على البلاط، هتلاقي رجليهم احمرت وبدأوا يسهلوا. وهنا لسه هجيب لهم بقى لندا بسلك، لان طبعا انا ما كانش عندي البوكس اللي بيتحط فيه الكتاكيت. فانا حوطت حواليهم كده بالبرنيكات وكمان بالاقفاص. عملت لهم يعني زي حضانه كده. هبدا بقى اجيب لهم اللندا علشان طبعا ادفي المكان. الجو اليومين دولت حلو جدا، اللي انت تستقبلي اي كتاكيت ما شاء الله ممتاز. وكمان لسه ما بردش، على بال ما الجو يجي يبرد هيكون ان شاء الله جمدوا كده وبداوا يمسكوا نفسهم شويه عن الايام الجايه. فلو انت عاوزه تجيبي كتاكيت يبقى افضل وقت اليومين دولت لازم تجيبيهم، علشان طبعا كل ما تتاخري كل ما هتخشي في البرد، وهتعوزي ان انت تدفيهم في مكان اكبر وكمان في مكان احسن.